افلام مصريه غريبه. الجزء الثاني. ازيك عامل ايه؟ انا زياد وايوه فيديو جديد. اول فيلم معانا اسمه لمح البصر. الفيلم ده لسه متفرج عليه دلوقتي قبل ما اعمل الحلقه دي. اتفرجت عليه زمان ما كنتش فاهم هو فيه ايه بصراحه. الفيلم بيتكلم عن فؤاد من وهو صغير في منافسه مع واحد صاحبه اسمه اشرف. منافسة على كل حاجة، بنات وفلوس وكل حاجة، لغاية ما بتظهر فجأة في يوم واحدة صاحبتهم كانت معاهم قبل كده في المدرسة. الاتنين بيتنافسوا مين اللي يتجوزها الأول، وفي الطريق ده فؤاد بيتعرف على راجل اسمه جابر. بيبتدي فؤاد يعرف حقيقته وبيشتغل معاه كمان على سبيل ان ده هيديله الفلوس الكافيه ان هو يعرف يتجوز. اخراج الفيلم غريب، كادرات التصوير بالنهايه بتاعته تحس ان في حاجه غريبه. تاني فيلم معانا هو شارع 18. القصه بتتكلم عن آية اللي في يوم من الايام بتشوف في شقه راويه جارتها جريمه قتل، تبقى هي الشاهده الوحيده تقريبا عليها. بس مش عارف، ده كل اللي ممكن اقوله لك على القصه. الفيلم انا فاكر زمان لما اتفرجت عليه كنت بقول ان الفيلم ده وحش، بس لما اتفرجت عليه تاني من شويه لقيته مش بالوحاشه دي. الفيلم يعتبر حاجة جديدة شوية في عالم الثريلر والتحقيق والغموض، والفيلم أجواءه نفسها غريبة، ممكن إلى حد ما توصل للرعب النفسي. لكن لو بنتكلم على الغرابة اللي بجد بقى، هو فيلم زي النهاردة. أنا بحب الأجواء دي لأنها أجواء جديدة علينا في السينما المصرية. غالبا أجواءنا كلها كوميديا وبتاع، لكن الأفلام بتاعت السلسلة دي أنا عاملها للحاجات اللي زي دي. القصة بتتكلم عن مي هي مترجمة بتحاول تشتغل في وزارة الخارجية. مي عايشة مع أمها وأخوها اللي بيشرب مخدرات واللي ضيع ورثهم كلهم على المخدرات. مي عندها عادة إن هي بتكتب مذكراتها كلها بالتواريخ بكل حاجة. مي بعد كده بتتعرف على أيمن اللي بعد كده بفترة بيتخطب. لكن مي طول الفترة دي زي ما قلت لك كانت بتسجل كل يومياتها بالتواريخ وبالمواعيد، عشان بعد فترة وبسبب مشكلة هتحصل أيمن بتخبطه أتوبيس. مي بتخش في اكتئاب حاد شوية عشان تعديه وتتعرف على ياسر. وزي ما قلت لك مي بتحب تسجل المواعيد والتواريخ عشان مي تبتدي تلاحظ ان الزمن بيعيد نفسه وان كل حاجه بتحصل وهتحصل زي ما حصل. الفيلم فعلا جديد من نوعه عندنا. الفيلم اخراج وتاليف عمرو سلامه. الفيلم كمان بيشهد ظهور، تقريبا ده اول ظهور لشخصيه رفعت اسماعيل في الفيلم ده. يمكن ده الفيلم الوحيد اللي بقول لك فعلا اتفرج عليه في السلسله دي، لانك زي الحلقه اللي فاتت ادرينالين هتستمتع بغرابه الفيلم ده. وبس، سلام.